السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأخواني متابعين قناة دلة البطنك مع مطبخ الحلبي الأصيل. وين ما كنتوا تكونوا حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. تحياتي لكم من أختكم أم عبد الرحمن الحلبية، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم عيد الفطر الأضحى. وطبعا مرورا تأخرنا عليكم شوي، ونحن بنعتذر لأنه تأخرنا فترات طويلة ما نزلنا، كان عنا ظروف قاهرة. بنتمنى منكم تعزونا، واليوم إن شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد وهدية بمناسبة عيد الفطر. فيديو راح أعمله بطريقة راح أعمل فيديو منسف بطريقة جديدة. راح أعمل منسف بطريقة سحرية بطعمة لذيذة وشهية. منسفنا بالفريكة والرز وشوية مكسرات، وراح أزينهم بفراريج على الفحم مشوية. ام عبد الرحمن، ما راح اقول لك حاجة تحكي وحاجة تقري كتير. لحالك ادخلي لي بسرعة على المقادير، الله يعطيك العافية. حاضر أبو عبد الرحمن، تكبر عينك. عندي كيلو رز من الرز الطويل، وعندي كيلو فريكة، وعندي حوالي 150 جرام سمنة، وعندي المكسرات على حسب رغبتكم. اللي بده يحط المكسرات بحط، اللي ما بده يحط لا بيحط، هو ومرقه أو هو وجيبته. عندي كمان فروجتين، وزن الفروجة كيلو 600، والوزن حسب رغبتكم انتو ومثل ما بتريدوا. وهلأ طبعا راح نروح لحتى نشوي الفراريج. طبعا ما راح نشويهم شوية كاملة، راح أشويهم ربع شوية. وهلا بتشوفوا معي الطريقة. خليكم معي لآخر الفيديو بتشوفوا الطريقة إن شاء الله. ولا تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونشوفكم إن شاء الله بالطريقة بالمرحلة الجاي. وهلا هيك أبو عبد الرحمن عم يشوي الفروجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة، شلونكم؟ ان شاء الله كلياتكم بخير. هلا عم نشوي هالفروجات، عملنا شوي شوي. طبعا راح نشويهم شوية صغيرة بس على الفحم، يعني شغلة ابو 10 دقائق لربع ساعة بالكتير، وبعدين راح نكملهم سلق. وهلا هيك شويتهم طبعا، ربع شوية خمس شوية ما بعرف شقد. المهم حطيتهم شي تقريبا صار لهم حوالي 7 8 دقائق 10 دقائق. انا الهدف منهم ما بدي اشويهم كثير مشان ما تروح الدهن تبعيتهم، مشان ما يروح الدهن، مو ما يروح الدهن اللي فيهم، مشان نسلقهم ويضل الدهن فيهم وينزل بالطريقة. هلا كلهم بتشوفوا كمان في الفيديو. وهلا هيك طلعوا لي هيك على هالجو الشوي هذا مجنون. عم بصور ودنيا مطر، دنيا مطر، عم تنزل مطر. وهلا بعد ما شويتهم راح أحطهم على الرز مشان ينسلقوا. ام عبد الرحمن هيك والله ما هو عدل هذا. يعني انا بروح بشوي تحت وبتعذب، وانت بتجي هون بتصير خليني احكي انا. طيب خليني احكي انا شوي، والله حرام، هذا ما ظلم هذا. ما في تحكي، ما في تحكي. هاي ناي شربتك الحكي، شربتي أنا، أنت بس شربتك تشتي. حكم القوي على الضعيف، لله الامر. على كل حال أنا حطيت هوني مع الفروجات معلقة ملح، وهلا هاي معلقة ملح تانية. وحطيت حوالي نص معلقة سبع بهارات. وما بدهم طبعا هدول ولا أي شي، لا تحطوا معهم بصلة ولا تحطوا معهم هاد، ولا تحطوا معهم أي شي، أي شي أبدا، ما بدهم شي على حالهم مثل ما هيك. ليش؟ لأنه بعدين بيروح طعمة التفحيمة تبعيتهم. يعني أنا شويتهم، أو قصدي أبو عبد الرحمن شواهم شوي، شواهم شوي صغيرة، وحطيناهم هلا على الرز مشان ينسلقوا يكملوا سلق يعني واستواء. وهلا إن شاء الله بس نوصل للمرحلة التانية بنشوفكم. ولا تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعطيك العافيه يا عم عبد الرحمن، منيح قلتي انه ابو عبد الرحمن اللي شواهم، تذكرتيني والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، نفعت دعواتي. وهيك هلا استوت معنا الفراريج.
وعم بستوي وبس لحتى نطلعه من الطنجرة. وهلأ هيك فضيت شوية مي من المي اللي سلقنا فيه الدجاج، وراح ننزل طبعا بحط معلقتين سمنة، وراح أنزل عليها الفريكة. طبعا بس تغلي المي راح أنزل الفريكة، والفريكة طبعا عندي أنا غسلتها وتشين ثلاثة. هلا هي بتيجي نضيفة الفريكة أساسا، بس إلا ما يكون لحقانة مثلا غبار أو شيء من من مكان ما بيفتحوها فيه، من المكان اللي بيفتحوها فيه مشان ينشفوها، فلذلك الأفضل إنها تنغسل. سلامتكم، بنرجع لكم بس تغلي المي إن شاء الله. وهلا راح أنزل الفريكة بعد ما غلت المي. طبعا هي إلها ملح، أنا حطيت لها ملح مسبقا لما كنت عبالي الدجاج، فما بحاجة للملح. طبعا أنا كنت ضايفة ما بدي ملح أنا، لأنه ضفت مع الفرود ملح، يعني الكمية اللي ضفتها منيحة. وهلا هيك مستناها طبعا لحتى تغلي، وعم نقش عن وجها الأشياء اللي بتكون ما إلها لازمة، يعني بتكون هي مثل النحالة اللي بتطلع من الفريكة أو القمح أو هيك، فهي بدها شيء أفضل. شغلة ما يساوي طبعا لحالها بتطوف على وجه المي، وبس تغلي طبعا راح أوطي عليها المي وأتركها تستوي على مهلها، ونشوفكن إن شاء الله بالمرحلة القادمة. وهلا أنا نقلت طنجرة الفريكة العنيكة، وراح أحط الرز. ما عندي لأنه مكان، هلا بننزل عليه كمان معلقتين سمنة، 3 4 ما بتفرق. قد ما بتحبوا السمنة بتحطوا متل ما بدكن، هذا الشي بيعود لكم كمان. وهلا طبعا هذا الرز اللي عندي قلتلكن إنه طويل، أنا غسلته غسل بس. طبعا بنعيف المي لحتى تغلي، ومننزل عليها الرز. وهذا الرز طبعا أنا بس غسلته غسل متل ما قلتلكن، بالحلبي بيقولوا فورته، يعني غسلته نفس الطريقة. وهلا بعد ما غلت المي، نزلنا الرز ونعيفه كمان شوي لحتى يغلي، ومنوطي عليه ومنغطيه. طبعا هذا كلياته أنا عمال بشتغله بالمي اللي طلعت من سلق الدجاج المشوي على الفحم. والله يا عم عبد الرحمن، اقسم بالله العظيم دوحتيني بهالروايح هي تبع الفحم وما فحم. اتحمل، هي انت اللي اقترحت علي اني اساوي على الفحم وما بعرف ايش وما بعرف ايش. انا كل عمري بساويه بالفرن وخالص، بساوي على الفروج بالفرن وخلصت القصة، يعني بس القوب بحمره شوي بالفرن وخلصت القصة. هلا انت تحمل نتيجة بها شغلك، انت بدك فحم وما فحم وما بعرف ايش، يلا بسيطة. هلا هيك هلا عندي الرز، ولازم أوطي عليه النار وأغطيه. طبعا هذا الرز الطويل مثل ما قلت ما بده نقع، غسل بس. وكل كيلو رز أو كل صحن رز بي بيحتاج لصحن ونص مي، أو صحنين بالكتير يعني، حسب نوع الرز، حسب نوع الرز. وبالنسبة للفريكة طبعا صحن رز بيستاهل بيحتاج لصحن ونص. بطلت أعرف أحكي اليوم يا أبو عبد الرحمن، دوخني. لك يا عم عبد الرحمن الله يرضى عليكي، والله انا ما عملت شيء، ما عم بحكي، والله حباب يا جماعه اسمعوني، على طول تبرق بتدق فيني بالقتل، ما بعرف ايش قصتها. هذا طبعا نحن نقلنا الفريكه لهون، وهلا هيك عم تغلي. ترى يا جماعه اسمعوني، عمال بقول لكم علي الحلال، هي الطبخه يعني شغله كتير 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 عظيمه. الروايح هون انا قتلتني بهيك حروب طاحنة، ما بقى بدخل مع عبد الرحمن على المطبخ، خلص توبة. بعرف حالي بجي باكل هاللقمة وبمشي وبتهنى وخالص، ولا بتشوق ولا بتشلوط اندبحت بالروايح والله. سامحونا إذا ما عرفنا نحكي كمان، لا أنا ولا مع عبد الرحمن، عن جد شي يعني بيدوخ، وفكرة مجنونة جدا جدا. والله هيك استوى معنا الرز، واستوت عنا الفريكة طبعا.
والله كشفته. يا لطيف يا عبد الرحمن، بعدي هيك، بعدي. انا بدي ادوق هون بالطنجره. بسم الله. الله اكبر، شيء عظيم. بعدي لي اشوف الفريكه، يا ام عبد الرحمن. اعطوني حبه فريكه بهي المعلقه، حطي لي هي هون بمعلقتي مشان ما احط المعلقه هنيك ارجع. طيب ايه خلص، حطي لي هون شقومه. ايه يا ام عبد الرحمن، ايه هاتي. حاج ايش عم تعملي لك؟ حاج ايش عم تحطي هون؟ هلا بدوق هنيك. يا لطيف، انا ما عندي صبر. بسم الله. سخنة، نار نار. بسم الله. يا لطيف، طعمة الفريكة لسه ألذ من الرز. ام عبد الرحمن شغلة عظيمة جدا. هلا صار دور نقني المكسرات. تقلين خفيفة طبعا. بنبلش باللوز. هلا طبعا طلعت اللوز، هذا هو شكله. هلا شوي يعني لحاله بيغمق، هو ما بده أكتر من هيك تحميص. حطيت الكاجو كمان تقليتين ثلاثة وخلص حاجتهم. هلا رح أنزل الفستق فوقهم ونحمصهم طعميستين ثلاثة وخلص. بالنسبة للمكسرات طبعا هاي الشغلة اختيارية. كل إنسان قد ما بده يحط وقد ما بده، وإذا ما بده يحط كمان ما هي إجبارية الشغلة. بنشوفكن إن شاء الله بمرحلة التقديم لأنه كل شي عنا صار جاهز. وهي رح نفضي رفريكة. هلا مدينا هيك رفريكة ورح نجيب الرز نحطه فوقه. والله هيك رح ننزل الرزات فوقن ونوزعهم فوق الفريكة. وهلأ صار هيك هالمنسف جاهز معنا، وضل أبو عبد الرحمن يدوقه. قلت لك ام عبد الرحمن لا بقى تقولي لهم ام عبد الرحمن ليدوق. خلص انا بقولها، خليني احكي. هي كمان ما بتخليني احكيها. صبي لنشوف، صبي. حاج هي بدها ادوق دوق انا. حطي لنا شقفة دجاج، شقفة شغلة. اعطيني من الصدر، انا بتعرفيني بحب اخذ من الصدر وكذا مشان يبين. قربي لي اياه لهون، قربي. يا لطيف، شي منتهي على الاخر. هاتي بقى يا عبد الرحمن، رجعي. بعدي خلص، خلصت شغلتك. وين معلقتي؟ هي معلقة كبيرة يا عبد الرحمن، ايش بك؟ هي معلقة، يلا. بسم الله. هلا هذا اهم شغلة بالفيديو، لما الواحد بيوصل لساعة الصفر، لما بده يدوق ان شاء الله ما تكون النار بقى سخنة. بسم الله. لبن. يا ربي تلطف. عن جد يا جماعة بدي آكل لقمة تانية، ما بمشي الحال. إذا ما أكلت لقمة تانية ما بحسن بحكي. إيه هاتي معلش من هدول يسلموا. بسم الله. مم. بطلت آكل أنا، بطلت آكل.
يا جماعة لذيذة. يا جماعة من كتر ما هي لذيذة شربت الصحن هيك بطلت آكل. عن جد كتير 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 طريقة ممتازة جدا. وأنا آسف شربت الصحن هيك قدامكم يعني، بس عم بعبر عن إحساسي، عم بعبر عن شعوري بالأكلة. عن جد كتير أكلة رائعة وممتازة جدا جدا. وعن جد بتمنى منكم إنكم تجربوها. طبعا اللي ما بيقدر يشوي، ما عنده مجال إنه يشوي، بيقدر يدخن الفريكة أولا، والرز ثانيا، والدجاج ثالثا. يعني بدخن الثلاث أشياء، بيعود الكل بياخد من التدخينة، بتصير إن شاء الله ممتازة جدا. واللي عنده استطاعة يشوي عن جد يشويهم، عن جد يشويهم ربع شوية ويجربهم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب، ولا تنسوا تشاركونا الفيديو على أوسع مجال مشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ولا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على كل حال. ولا تنسوا ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا عمال بحكي وعبدوه أم عبد الرحمن عم تأشر لي، عم تأشر لي، بتأشر لي. وقفت الفيديو إجباري ورجعت قلت لها إيش في؟ قالت لي اتشكروا على اللايكات والإعجابات وعلى المشاهدات وعلى المتابعين المشتركين واللي ما اشتركوا لسه واللي إن شاء الله راح يشتركوا. طبعا تحية من أخوكم أبو عبد الرحمن، كلياتكم ما قصرتوا دعمتونا بشكل منيح. بس بنتمنى من اللي ما مشتركين لسه يشتركوا بالقناة لنوصل لعدد أكبر من هيك. ودعمكم كتير كتير نحن بحاجته. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.